هل عمرك دخلت صفقة وانت متأكد انها صح وبعدين السوق مشي عكسك تماما؟ المشكلة مش انك ما فهمتش النموذج، المشكلة انك شفت جزء من الصورة مش الصورة كلها. الفكرة الرئيسية التحليل على فريم واحد، زي انك تبص من شباك ضيق. عشان تاخد قرارات قوية لازم تربط الفريمات مع بعض زي سلسلة، كل فريم يعطيك قطعة من اللغز. يلا بينا، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. خطوات ربط الفريمات. أغلبنا متداول يومي، فهتكلم عن ربط الفريمات بما يناسب المتداول اليومي. 1. في بداية الأسبوع أو الشهر نفتح الفريم الأسبوعي، نحدد مناطق الاهتمام. ننزل إلى الفريم اليومي ونحدد أيضا مناطق الاهتمام والسيولة. اتنين، الترابط بين الفريمات الكبيرة والمتوسطة. لو حددت منطقة اهتمام على الفريم الأسبوعي، غالبا هتلاقي الفريم اليومي يدعم نفس المنطقة. أحيانا هتلاقي منطقة على الفريم اليومي ومنطقة أخرى على الفريم الأسبوعي، والسعر ممكن يتفاعل مع اليومية ويتجه للسيولة فوق، أو يكسر اليومية ويتفاعل مع الأسبوعية. طيب إزاي نعرف السعر هيتفاعل مع أي منطقة؟ الحل الأول، عند وصول السعر لأي منطقة اهتمام لا تدخل الصفقة إلا بعد أخذ تأكيد على فريم 5 دقائق عن طريق كسر هيكل السوق MSS. الحل التاني، لو الاتجاه صاعد اشتري من المناطق الرخيصة، ولو الاتجاه هابط بيع من المناطق الغالية. في الاتجاه الصاعد حدد المناطق الأرخص تحت مستوى 50% من الفيبوناتشي. فوق 50% تعتبر مناطق غالية واحتمالية التفاعل أقل، والتفاعل عند منطقة 50% كويسة جدا، بس ناخد تأكيد دخول عند كل منطقة. 4. ربط الفريمات المتوسطة والصغيرة. بعد تحديد مناطق الفريم اليومي ننزل لفريم الأربع ساعات. لو مناطق الأربع ساعات تدعم اليومية، هنا ترابط ممتاز. ننزل لفريم الساعة لزيادة الدقة. ولو مناطق الساعة تدعم الأربع ساعات واليومي، النتيجة صفقة عالية الجودة. خمسة، الدخول النهائي.
في المرحلة الأخيرة ننزل لفريم 5 دقائق ونحدد تأكيدات الدخول. في 4 أنواع من التأكيدات، ويمكنك الاعتماد على واحد يناسب شخصيتك بنشرحها في الحلقة القادمة. نوع آخر من ربط الفريمات الأكثر شيوعا، وتحدد منطقة اهتمام على الفريم اليومي، شرائية أو بيعية. بعدها تنزل على فريم الساعة، وإذا وجدت منطقة تدعم اليومية فهذا ترابط ممتاز. القاعدة الذهبية: الفريم الكبير إسهاد الاتجاه والسيناريو العام، الفريم المتوسط إسهاد التصفية والتحديد الدقيق، الفريم الصغير إسهاد الدخول بأقل مخاطرة وأعلى دقة. الخلاصة: قبل البدء في التداول لازم أول حاجة تفكر فيها هي ربط الفريمات، يعني تربط الصورة كاملة عشان تدخل صفقة بدقة واحترافية عالية. ولو تجاهلت ده تأكد إن نسبة نجاح صفقتك هتكون ضعيفة جدا. ودلوقتي السؤال لحضرتك: لو لقيت منطقة اهتمام جديدة على الفريم الشهري هتتصرف ازاي؟ بالبلدي كده، هل هتعرف تربط الفريم الشهري باقي الفريمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة زي ما شرحت لك؟